مفاجأة مدوية. الهلال يحسم مستقبل نيمار رسميا. في مفاجأة غير متوقعة، قرر البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال استبعاد مهاجم فريقه نيمار جونيور دا سيلفا من قائمة الزعيم في الدوري السعودي هذا الموسم. وفشل نيمار مؤخرا في اختبارات الثبات والتوازن، والتي تؤجل عودته للملاعب لعدة أشهر أخرى، وبالتالي صعوبة مشاركته مع الهلال في المباريات خلال الفترة المقبلة. ويعاني نيمار منذ شهر أكتوبر من العام الماضي من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، حيث خضع اللاعب لجراحة وتأهيل في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. وكان خيسوس قد استقر في الفترة الماضية على قيد نيمار في قائمة الهلال المحلية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة بدلا من مواطنه رينار لودي. وبحسب صحيفة الجزيرة، فإن مصادر من داخل إدارة الهلال كشفت بأنه تم حسم الأمر باستبعاد نيمار من قائمة الفريق في دوري روشن وتسجيل لودي بدلا منه. ومن المتوقع أن يتم إعادة النظر في الأمر خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، خاصة مع جاهزية نيمار وقتها واحتمالية إبرام صفقة أجنبية أخرى. ويمتلك الهلال في قائمته المحلية الفرصة لتسجيل 8 لاعبين أجانب فقط، مع إمكانية ضم لاعب أجنبي آخر تحت السن، وهو ما ينتظره المدرب البرتغالي خيسوس خلال الفترة المقبلة.